رسميا نتائج الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وسولار الجيبوتي. انتهى اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وسولار الجيبوتي، تلك المباراة المقرر لها السبت. هذه المباراة المهمة ضمن إياب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث كما يعلم الجميع لقاء الذهاب انتهى بتأخر الزمالك بهدفين لا شيء، ويحتاج الزمالك للفوز بثلاثية نظيفة من أجل الارتقاء إلى الدور القادم، دور 16 دور المجموعات من البطولة. الاجتماع الفني انتهى إلى أن الزمالك سيرتدي زيه التقليدي، زيه الأبيض في الأبيض، بينما حارس مرمى الزمالك سيرتدي اللون الأخضر الفاتح، بينما الزمالك أو الفريق الضيف سولار جيبوتي سيرتدي زيه البديل باللون الأزرق، وحارس مرماه سيرتدي اللون الأصفر الكامل. الاجتماع حضره طاقم تحكيم المباراة، ومن الزمالك حضر الكابتن أحمد حسني المدير الإداري للفريق، بالإضافة إلى مصطفى ميلا مسؤول المهمات.